السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أغلى المتابعين. هل أنتم مستعدون؟ المونديال على الأبواب، وأسود الأطلس يتأهبون للزئير من جديد فوق ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تضم المجموعة الثالثة منتخب السامبا البرازيلي والمنتخب الإسكتلندي القوي، لكن الأسود لا يهابون أحداً. اليوم في الزموري تي في سنضع النقاط على الحروف ونقدم التوقعات الكاملة لمسار المنتخب الوطني. فهل سنتربع على عرش المجموعة؟ وهل سنصعق البرازيل مرة أخرى؟ ابقوا معنا. إذن لنمسك بزمام التحليل ونلج عالم الأرقام. إن مجموعتنا ليست بالنزهة الهينة، فهي بوتقة تنصهر فيها مدارس كروية شتى، بدءا من سحر البرازيل ومهارات أبناء السامبا، مرورا بالصلابة البدنية والانضباط التكتيكي للمنتخب الإسكتلندي، وصولا إلى طموح منتخب هايتي الساعي لإثبات الذات. في هذا الفيديو سنرسم معا خارطة الطريق، كيف سيقود الداهية محمد وهبي هذه الملاحم بفكره التكتيكي المتجدد، وما هي الحصيلة النقطية المرتقبة للأسود في كل محطة. سأستعرض لكم توقعاتي الدقيقة لهوية المتصدر والوصيف، فكونوا على أهبة الاستعداد، فالمفاجآت مع ولد الدار قد تعصف بكل التكهنات. نستهل مشوارنا بالاختبار الأكثر إثارة وتحدياً، ملحمة نيوجيرسي أمام سحرة السامبا. هل يستحضر التاريخ ما صنعه الأسود في ليلة طنجة التاريخية؟ اليوم نحن على موعد مع إعادة الكرة، لكن بثوب عالمي جديد. بقيادة الداهية محمد وهبي سنسعى لترويض نجوم البرازيل عبر جدار دفاعي منيع وهجمات مرتدة تلسع كالصواعق. توقعاتي لهذه المباراة قد تصنف بالجريئة، لكنني أؤمن بأن الروح المغربية لا تعترف بالمستحيل، لذا أتوقع أن ننتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله 1-1 نبرهن به للعالم أن رأس لافوكا وفكر وهبي قادران على كسر كبرياء الكبار. ومن ضجيج نيوجيرسي نرحل صوب بوسطن، حيث تنتظرنا موقعة لا تقل شراسة. صدام يعيد للأذهان ذكريات ملحمة 98 بين النجوم الأطلس والمحاربين الإسكتلنديين. هذه المرة الرهان مختلف، فالفوز هنا يعني وضع قدم ثابتة في الدور الثاني. سنواجه خصما يعتمد على القوة البدنية والعرضيات القاتلة، لكننا نملك سحر المهارة وسرعة الارتداد التي سترهق دفاعاتهم. توقعاتي لهذا اللقاء تسير في اتجاه السيطرة المغربية. أرى أن كتيبة وهبي ستعرف كيف تمتص حماس الإسكتلنديين في الشوط الأول لنضرب بقوة في الشوط الثاني. نتيجة 2-0 لصالح الأسود هي رهاني الخاص، لنثبت للجميع أن تفوقنا التاريخي عليهم لم يكن مجرد صدفة. ومن بوسطن نطير جنوباً نحو ميامي، حيث تنتظرنا موقعة ملغومة أمام محاربي الجرينادية، منتخب هايتي، الحصان الأسود القادم من منطقة الكونكاكاف. هذه المباراة هي محك الشخصية لأسود الأطلس. هايتي تعتمد على السرعة الفائقة والاندفاع البدني، لكن دهاء محمد وهبي لديه الخطة لفك هذه الشفرة. لن نترك لهم مساحة للتنفس، سنحرمهم من الكرة ونضرب بدقة الجراح عن طريق إبراهيم دياز وسفيان رحيمي. توقعاتي: هذا اللقاء لن يقبل القسمة على 2. أرى فوزا عريضا للمغرب بنتيجة 3-0، ثلاثية نظيفة نحسم بها نقاط العبور، ونؤكد للعالم أن طموح المغرب في أمريكا لا سقف له. وبهذا يا سادة نسدل الستار على الدور الأول بتاريخ يكتب بأحرف من ذهب. أسود الأطلس لم يذهبوا للمشاركة فحسب، بل لإعادة رسم خريطة الكرة العالمية.
تعادل تكتيكي أمام البرازيل، انتصار ثأري على اسكتلندا، ودك حصون هايتي بثلاثية نظيفة. برصيد 7 نقاط نتصدر المجموعة الثامنة بكل جدارة واستحقاق، متفوقين على كبار العالم. المغرب أولاً والبرازيل ثانياً. هكذا نريدها، وهكذا سنصنعها بإذن الله. رحلتنا في بلاد العم سام لا تزال في بدايتها، والطموح بلغ عنان السماء. كان معكم الزموري، ولا تنسوا: لا مستحيل مع المغرب.